ده احلى بوكس هديه ممكن يجيلك. سيبك بقى من بوكسات الهدايا اللي ملهاش لازمه دي. والبوكس ده بيبقى فيه 7 سندوتشات وبيجي معاهم فرايز وبيجي معاهم مشروب. والبوكس ده اسمه بوكس الغشيم من مطعم اسمه رشدي على السريع. رشدي على البحر. واحنا اتعرفنا رشدي على البحر ولا في بيتهم يا جزمه؟ عنده فرعين في المنصورة، والفرع اللي احنا بنجربه ده موجود في شارع الجيش جنب تشيلاو. والبوكس بيبقى فيه 7 سندوتشات عبارة عن كبدة وسجق وكفتة وشيش وكرانشي وصدور وسندوتش الحلو اللي هو حلاوة بالقشطة مع بوكس البطاطس الصغير ده. أحجام السندوتشات صغيرة قوي بس الحشو كان مليان فيها قوي وكلها متغرقة صوصات من فوق. الكفتة كانت لذيذة بس طعم الفحم ما كانش قوي فيها قوي. أما بقى السجق كان بلدي وتتبيلته كانت جامدة جدا والسندوتش مليان كده وحرش قوي. أما بقى الكبدة كانت سبايسي شوية وطعم الطحينة اللي عليها من فوق دي مخليها طعمها في حتة تانية خالص. اما بقى احلى 3 سندوتشات في البوكس بقى هو الكرانشي والشيش والصدور، ودول كانت تتبيلتهم جامدة قوي والصوصات اللي عليهم فوق مخليها طعمهم جامد قوي. والبوكس ده سعره 175 جنيه. اخر سندوتش في البوكس بقى هو الحلاوة بالقشطة وكان طعمه كويس جدا. والمشروب اللي بيجي مع البوكس منتج مصري اسمه ماكسي. نخش بقى على الحواوشي. والحواوشي ده من اجمد السندوتشات اللي موجودة عندهم، ولو رحت هناك لازم تجرب الحواوشي بتاعهم وسعره 32 جنيه. خصوصا بقى لو حطيته كده في قلب الطحينة هيبقى طعمه في حتة تانية خالص. السندوتش بقى التوب عندهم هو الشاورما اللحم، شاورما مصري كده بطعم وتتبيلة زمان، سعره 30 جنيه. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.